ابويا زمان قال لي حاجه، الشغلانه ما اشتغلتهاش صنايعي صبي، ما اشتغلهاش معلم. ما عنديش باك جراوند فخلاص، ما انا طبيعي. انت راجل دلوقتي جاي تفتح عياده وانت مش دكتور، الناس اللي هتيجي تكشف عندك هتموت، طبيعي هتموت. انت جبتها موتهم يعني. خلاص ما مربط الفرس هنا. الباك جراوند بتاعتك ايه؟ ما هو النهارده لو انت عندك ما يكفي من الاكسبيرينس في الاندستري دي، يوم ما هتعمل ماركتنج وهتجيب المختص في الحته دي فانت فاهم، فانت عندك سيرفي كويس على الماركت، فانت بتعمل ماركتنج. هل ده هيضرني ولا هيفيدني؟ فعلا ماسك الصنعه من تحت، من الصفر، ده هو اللي بيودي. بالظبط يعني كده. خلينا نقول هو اللي بيودي، هو اللي بيخلص. وده على فكره التطور الطبيعي لاي شركه تسويق عقاري بتخش استثمار عقاري 100%. فانت بكره هيبقى عندك مثلا مشروع، ربنا يكرمك يبقى عندك مئات الفدادين من المشاريع. انت هتعرف تفكر لان انت مريت كل بمشاكل. الستابس دي على حقيقه. مدار تعال بقى 17 اتكلم على سنة. النقيض. في ناس جايه من قطاعات مختلفه وبيستثمروا في العقار عشان خاطر هو دلوقتي امن استثمار طول عمره واكتر عندنا استثمار مربح ويرفلكت بشكل كويس جدا على الناس حتى اللي بره القطاع العقاري. ده يبقى صح، والفنانين. بس ادي العيش لخبازه.